السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. إن شاء الله حلقاتنا هتكون عبارة عن مقتطفات رمضانية. أول حلقة معانا النهاردة إن شاء الله هتكلم فيها عن القطرات. يجي واحد صيدلية ويسألني يقول يا دكتور القطرات بتفطر ولا لا؟ طبعا معانا لآخر الحلقة عشان نعرف هل القطرات بتفطر ولا لا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قطرات العين. قطرات العين ديت بنستخدمها لكذا حاجة، في منها حاجات معقمة للعين، في حاجات مضادة الحساسية، في حاجات خاصة بالمضادات الحيوية، في حاجات كتير فيها هتكلم عنها إن شاء الله في وقت تاني. وهنا العلماء انقسموا إلى رأيين في موضوع قطرات العين. أول رأي معانا اللي هو الحنابلة والمالكية، قالوا إن قطرات العين بتفطر قولا واحدا. والرأي الثاني اللي معايا رأي الحنفية، قالوا إن قطرات العين لا تفطر على الإطلاق، والراجح معانا إن قطرات العين لا تفطر. لكن بعيدا عن الخلافات وعشان نبعد عن الخلافات دي كلها، إن إحنا نستخدم قطرات العين بالليل بعد الفطار دوت عشان تكون في منطقة الأمان. عندي نوع من قطرات العين اللي هو البريزولين والنستامين، ده برضه حتة مهمة يكون أي حد يكون عارفها معانا، إن النوعين دول معانا البريزولين والنستامين دول بيعملوا على انقباض الأوعية الدموية، ولا يستخدموا لأكثر من 3 أيام أو 5 أيام كحد أقصى، ما يستخدموش لأن ممكن يعملوا احتقان في العين لو استخدموا فترة طويلة. وفي ناس تستخدمه للأسف استخدام سيء معانا، ده هنبقى نعرفه بعدين برضو، مش مهم نعرفه دلوقتي، لكن ناخد بالنا من القطرة دي كويس جدا واحنا نطلعها في الصيدلية. تاني حاجة نتكلم عليها قطرات الأنف وقطرات الأذن معانا. قطرات الأنف وقطرات الأذن قولا واحدا تفطر، ما فيهاش جدال ولا فيها أي خلاف معانا، تفطر على طول. لو أي حد استخدم قطرات الأنف أو قطرات الأذن معانا في نهار رمضان وهو مش عارف الحكم يكمل صيامه، لكن عليه قضاء اليوم. القطرات برضو في حاجه عاوز اتكلم عليها سريعا. عندي القطره مشهوره جدا بالناس، الاوتروفين، تستخدم لو في سدلان او في احتقان في الانف، بستخدم اوتروفين، عباره عن حاجه كده بتسلك لي الانف معايا. مشكله القطره دي انها لا تستخدم لاكثر من 5 ايام، لا تستخدم، لان لو استخدمت اكتر من كده هتلاقي المشكله اللي معاك بتزيد بعد كده، تبقى معاك مشكله مزمنه. لذلك لازم تاخد بالنا من الموضوع ده، مهم جدا، ولازم نوعي الناس اي حد ياخدها اوعى تستخدمها اكثر من 5 ايام، لان الموضوع هيزيد عليك وهيرجع اسوأ من الاول. اتمنى ان حضراتكم استفدتم من الفيديو. نشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. في كل يوم هنتكلم عن مقتطف من المعلومات الطبيه في رمضان. والسلام عليكم.